التاريخ دايما بيعيد نفسه، عشان كده حبيت اخدكم رحله صغننه قد كده عند اجداد المصريين القدماء. لما تسمعوا حكايه النهارده هتلاقوها اتكررت بالملي في فلسطين. عشان ما تتكررش تاني اسمعوا الحكايه، يمكن تاخدوا منها مواعظ. حكايتي النهارده عن الهكسوس، ولو كنت مفكر ان الهكسوس احتلونا بالسلاح بحب اقول لك لا، هم احتلونا فعلا بس بالفهلوه. الموضوع بيبتدي من نهاية الأسرة ال12 لما دخل مهاجرين من أرض كنعان في غرب آسيا لمصر بأعداد كبيرة، هربانين من الأوبئة والمجاعات اللي ابتدت تنتشر في بلادهم. وكانت مصر في الوقت دوت أحسن مكان ممكن يلجأوا ليه، وده لأن مصر كانت دولة عظمى اقتصادها قوي، والأهم من ده كله أمنة، وكان دخولهم مصر زي ما بيقولوا كده نظامي من بوابة مصر الرسمية. وكانوا المصريين مرحبين بيهم في الأول، وكانوا بيطلقوا عليهم لقب عام، وده لقب كان المصريين بيطلقوه على كل الشعوب اللي موجودة في قارة آسيا. وابتدت أعدادهم تزيد وهجراتهم تكتر، وتسرسبوا لمصر لمدة 450 سنة اتمركزوا فيها في دلتا مصر. ماتت ناس وعاشت ناس، وطول الفترة دي كانوا بيحاولوا انهم يندمجوا مع المصريين، زي انهم يلبسوا زينا، يسموا نفسهم ويلقبوا نفسهم زينا. دول حتى حاولوا انهم يدمجوا ما بين معتقداتهم وآلهتهم ومعتقداتنا وآلهتنا. لكن المصريين ما كانوش متجاوبين معاهم خالص، ده لانهم ابتدوا يحسوا بعد 450 سنة من الهكسوس انهم بيتدخلوا في سياسة مصر، وابتدوا كمان يشوفوا محاولاتهم المستميتة ان يكون لهم دور سياسي في مصر، وده طبعا ما كانش عاجب المصريين. وفضل الوضع كده لحد لما دخلت علينا الأسرة ال13. وطبعا كلنا عارفين ان ملوك الأسرة ال13 كان اهم حاجة عندهم الكرسي، وكانوا بيتصارعوا حرفيا على الكرسي. وطبعا مع صراعاتهم نسيوا مصر، ومصر القوية ابتدت تضعف عسكريا واقتصاديا. وهنا بقى الهكسوس استغلوا الفرصة، ولانهم تجار شاطرين جدا قدروا انهم يحولوا مدينة أواريس اللي موجودة في الشرقية لميناء تجاري ضخم بتجمع مصر بكل الحضارات اللي كانت موجودة حواليها، وده خلى الاقتصاد يرجع ينتعش تاني. وطبعا بقى باللي عملوه دوت قدروا انهم يهيمنوا على مصر اكتر، وقدروا انهم يوصلوا للحكم. فبقى في منهم الوزير وفي منهم المستشار، ما هي بيغة بقى، والبلد سداح مداح. وده طبعا ما كانش عاجب المصريين اللي عملوا ثورات بقى فيها شباب زي الورد، وكان ممكن الثورات دي تنجح وتاريخ مصر يتغير خالص لولا وجود الخونة اللي بيكونوا دايما موجودين في كل زمان ومكان. فشلت الثورات دي، وقدر الهكسوس انهم يسيطروا على مصر اكتر. ده حتى سلطتهم قدرت توصل للمعابد، اللي قدروا يغيروا معبود مصر من حورس لست، وده كان مكروه جدا عند المصريين لانه كان بيرمز للشر. وفي نهاية الأسرة 13 مع ملوك مصر الضعفاء ونزوح المصريين من الشمال للجنوب ووضع مصر العسكري الضايع، قدروا انهم يعلنوا عن قيام دولتهم في مصر من غير ولا نقطة دم، والقطة ما بتكدبش. وهنا بقى انقسمت مصر لنصين، الشمال بيحكموا الهكسوس وعاصمتهم أواريس وبيرمز ليهم بالأسرة ال15، والجنوب بيحكموا المصريين وعاصمتهم طيبة وبيرمز ليهم بالأسرة ال17. وحكم الهكسوس مصر 108 سنة، كان يبان فيهم ان العلاقة ما بينهم وبين المصريين طيبة، والمصريين خلاص رضيوا بالأمر الواقع واستسلموا. لكن اللي في القلب في القلب، والمصريين ما كانوش طايقينهم، أصلهم طلعوا ونزلوا محتلين واحتلوا أرضنا. وهنا بقى ابتدى يظهر مصطلح هيكا خاسو الهكسوس، يعني اللي معناه الملوك الرعاع، وكانوا بيطلقوه في الأول على الملوك بس، لحد لما بقى يتقال على الشعب كله الهكسوس يعني الرعاع. وكان الملك سكن رع بيبعت جواسيس كل فترة والتانية، لحد لما في مرة من المرات قدر حاكم الهكسوس انه يقفش الجواسيس ديت ويقتلهم، وبعت له رسالته المشهورة: أصوات فرس النهر عندك بتقلق منامي، كل المصريين يذبحوه. سيد قشطة، سيد بقى قشطة نذبحه عشانك انت، ده اتجنن في مخه ده ولا ايه؟ وهنا بقى فهم الملك سكن رع انه بيجر شكله والحرب جاية، خصوصا ان الرسالة وصلت والجواسيس ما وصلوش. فقرر الملك سكن رع يجمع جيشه ويروح نلاقي ملك الهكسوس وشعبه نينه، وهو بالمرة يخلوهم ما يسمعوش أصوات فرس النهر تاني. وفعلا راح الملك سكن رع وعمل عليهم حملة عسكرية، ومات الملك سكن رع، اللي لما هتشوف المومياء بتاعته هتعرف ان انت واقف قصاد ملك عظيم ضحى بنفسه وبحياته علشان شعبه وأرضه وعرضه. الهكسوس قتلوه بطريقة بشعة جدا، وكأنهم بيوصلوا رسالة للشعب المصري ان اي حد فيكم هيفكر ان هو يثور علينا هتكون نهايته بالظبط زي الملك بتاعه. لكن اللي حصل للملك سكن الرع دوت خلى المصريين يزيد جواهم إحساس الكراهية والغل والحقد ضد الهكسوس، ومسك الحكم الملك كاموس بعد أبوه الملك سكن الرع. وبعد 3 سنين من حكمه قرر إن ياخد حملة عسكرية ويتوجه للهكسوس
وقدر ان هو يحط ايده على مدن كان محتلها الهكسوس ويتوسع لحد لما مات بطريقه غامضه. لحد دلوقتي مش معروف هو اتقتل ولا مات موته طبيعيه. وبما اننا ذكرنا اسره سكن رع ودورهم العظيم في حربهم ضد الهكسوس، ما نقدرش ننسى ابدا دور الست المصريه العظيمه اياح حتب، اللي بعد موت جوزها وابنها قادت بنفسها حملات ضد الهكسوس. ده الملك احمس بنفسه ساب لها لوحه في الكرنك يحكي فيها عن دورها في حشد الجماهير ودورها ضد الهكسوس. المهم مسك بعد الملك كاموس اخوه الملك احمس، اللي في اول فتره حكمه قرر ان هو يسلح الجيش صح ويدخل فيه اسلحه جديده ومتطوره زي اللي بيستخدمها الهكسوس، وعمل حمله على الهكسوس وحاصر مدينه اوريس لفتره من الزمن، قتل فيها اللي قتلوا من الهكسوس، واللي اتفضل منهم هربوا على فلسطين عشان يتحاموا في الحصن بتاعهم شاروهين. لكن الملك احمس ما سابهمش في حالهم وراح وراهم وحاصرهم بره حصنهم شاروهين، وقتل منهم اللي قتل واللي اتفضل هرب. وهنا بقى اتقفلت صفحة الهكسوس خالص وما اتذكروش في التاريخ بعد كده خالص. وده يعلمنا ان الارض ما بتضيعش ورا مطالب، وان الحق راجع والارض هتفضل لولادها مهما اتعمل ومهما عدى من السنين. الهكسوس احتلونا 108 سنة، وفي الاخر شاب صغير عمره 19 سنة قدر ان هو يجريهم زي الفئران، زي ما دخلوا الارض هربانين زي الفئران.